السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا انتوا خلاص داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. وطبعا عارفين ان الطماطم كل يوم بسعر، وزي ما الناس ما بتقول هي مجنونة يا قوطة. فعلا هي مجنونة جدا، كل شوية تعلى وكل شوية تنزل. فقلت اجيب شوية كده وابتدي اللي انا اشيلها لرمضان، وكمان هتنفعني قبل رمضان وبعد رمضان. هي هتنفعني بس طبعا الاساسي طبعا عشان رمضان. بصوا، هو انا هنا كنت جايبه 8 كيلو من الطماطم. طبعا لازم تتجاب ناشفه، ناشفه جدا زي ما انتم شايفين. يعني الطماطم بتاعه السلطه، في طماطم بتاعه سلطه وفي طماطم بتكون طريه كده شويه، دي تقدري ان انت تجيبها تطبخي بيها على طول. لكن هنا لازم للخطوه ديت لازم تكون الطماطم تكون ناشفه جدا. طبعا انا هنا كنت جايبه 8 كيلو من الطماطم، غسلتهم كويس جدا جدا ونقعتهم في شويه خل. طبعا زي ما قلت لكم نقعتهم في الخل، وبعد كده شطفتهم كويس جدا. بعد كده طلعتها وسبتها اتصفت من الميه بتاعتها، وابتديت ان انا احط حله كبيره كده على النار. هي الحله كان حجمها كبير بس الكاميرا مش مبيناها على حقها. طبعا حطيت الميه لحد ما غليت، ما حطيتش اي اضافات خالص في الميه. طبعا نزلت بالطماطم، هي الحله خدت الطماطم كلها بقى شويه كده، رحت سايباهم على الرف بتاع التلاجة، قلت احتاجهم بقى لسلطه لاي حاجه مش مشكله. طبعا اول ما هتطلع طبعا لازم اسيبها تغلي 5 دقايق. انا هوريكم دلوقتي زي ما انا ما لسه هقول لكم. بصوا القشره ابتدت تتشال، تقدروا ان انتوا تشقوها بالسكينه، بس انا حبيت اسهل لكم الموضوع. قلت هي كده كده اصلا القشره هتتشال منها فيها اول ما تنزل في الميه السخنه، اول ما تبتدي تغلي كمان. القشره ديت هي دي اللي بتتعب المعده، وهي اللي بتتعبنا اصلا. حتى في لما بتيجي تعملي طبيخ او تيجي تعملي حاجه لازم تصفي الطماطم، عشان خاطر لو فيها قشره او فيها اي حاجه لازم تتشال. وطبعا ده تخزين الطماطم، لازم تخزنيها صح عشان تنجح معاكي وتقدري اللي انت تستخدميها في صلصة محشي، صلصة مكرونة، صلصة طبيخ. ليها استخدامات كتير جدا الطماطم. زي ما انتوا شايفين انا هنا كده سبتها غلي تيجي 10 دقايق. انا ما سبتهاش 5 دقايق بالظبط، انا سبتها 10 دقايق، لان طول ما الطماطم وهي بتغلي بتنزل معاكي المية الصفرة ديت. هي ديت الاملاح بتاعة الطماطم، اللي هي بقى الناس تقولك لا ده فيها املاح كتير، لا انا بنزل منها الاملاح ديت من خلال المية الصفراء اللي انا هوريها لكم في اخر الفيديو وانا بحط في الاكياس. يعتبر انتوا شايفينها دلوقتي بس ايه، مش قوي زي ما انتوا ما هتشوفوها كلها في الاخر. طبعا هنا كانت خلاص كده انا شلتها من على النار، وابتديت بقى اللي انا اشيل القشر بتاعها. ابتديت اخد واحده واحده واشيلها القشر، لان طبعا مش عايزه الطماطم من جوه تتعجن معايا، انا عايزه اللحم بس. انا طبعا بشيل القشر. طبعا هبتدي ان انا اضربها في الخلاط، وهبتدي ان انا اشيلها في الاكياس. بس انا طبعا مش اول ما طلعتها من النار ابتديت ان انا اقشرها، لا انا خدتها من الميه السخنه، رحت حطاها في طبق تاني ونزلت عليها بميه ساقعه من الحنفيه، تقدري تحط عليها تلج بس انا ما كنتش محضره تلج طبعا. رحت حطاها تحت الميه نازله ساقعه لوحدها، عشان بس خاطر ايه يعني تمسك نفسها شويه. طبعا انا هنا كده كنت بوريكم وانا مستعجله، لان كنت عايزه اخلصها على طول، يعني لان زي ما انتم شايفين ما شاء الله كميه، فانا كنت عايزه اخلص اللي انا اقشرها على طول. قشرت معاكم 2 كده ولا حاجه، وابتديت اللي انا اقشر بقى الباقي على مهلي. اول ما اخلص التقشير هبتدي اللي انا احطها في الخلاط واضربها كويس جدا. هتلاقيها نعمت معاكي، تقدري تضيفي عليها بنجر، تقدري تضيفي عليها فلفل رومي احمر عشان خاطر يديها حمر اكتر، بس انا ما حبيتش اضيف اي حاجه خالص. انا قلت هسيبها زي ما هي كده، هو ده الصح بتاع تخزين الطماطم، ما نضيفش عليها اي حاجه خالص، شيليها زي ما هي. حابه اول ما تخلصي تقشير وتخلصي ضربها في الخلاط تحب بقى تجزئيها تعملي جزء صلصه، تقدري تستخدميها صلصة كشري، صلصة طبيخ، صلصة مكرونة، زي ما انت تحبي. بس انا طبعا قلت هشيلها كده، وان شاء الله شوية كده بردك هوريكم ازاي بخزن البصل. وانا بخزن البصل هبتدي بردك هعمل صلصة تاني اللهم صل على النبي للمحشي. وهعمل مكرونه، وكل كيس هكتب عليه ده لايه وده لايه وده لايه، عشان خاطر لما اجي اطلع من الفريزر ابقى انا عارفه بطلع ايه وبستخدم ايه بالظبط. بصوا انا كده هنا شلتها، كانت لونها احمر بس والله الكاميرا ظلماها. كان لونها حمراء وما شاء الله كانت حلوه جدا، وعايزه اقول لكم بتدي ريحه حلوه قوي يعني، وهي اصلا بتتغلي ولما تتضرب في الخلاط بيكون ريحتها تحفه. والله زيها زي الجاهزه بالظبط، مفيش فرق ما بينها. انتوا بتروحوا تجيبوا الكيس من بره دلوقتي، الكيس بتاع فاين فودز ده دلوقتي بقى ب3.5. طب على ايه؟ طب ما احنا ممكن نقدر اللي احنا نعملها في البيت بطريقه سهله جدا وتكون احسن وتكون اضمن من بره كمان. بصوا لون الميه اللي انا كنت بقول لكم عليها، هي الميه الصفرة ديت اللي بتسحب نسبه الاملاح. هي مش هتسحب الاملاح كلها اللي في الطماطم طبعا، لان الطماطم كلها هي طبعا مش هتسحب الاملاح كلها، لان الطماطم زي ما انا ما قلت لكم هي كلها املاح. بس اهو احنا بنحاول نشيل منها نسبه حتى.
طبعا هنا انا بعد خلاص بعد ما خلصتها وضربتها في الخلاط كويس جدا، تقدروا كمان تضيفوا عليها شوية سكر صغيرين. انا الصراحة ما ضفتش اي حاجة، انا حبيت اسيبها زي ما هي طبيعية كده، لما اجي بقى استخدمها ابقى اضيف عليها كل الاضافات اللي انا عاوزاها. طبعا عملت هنا بقى اكياس للمكرونة، وعملت اكياس للمحشي. طبعا مش هعتمد على دي بس، طبعا لسه هجيب تاني وان شاء الله برضك. وانا بخزن البصل هوريهولكم واوريكم كل حاجة بخزنها رمضان، واشوفكم على خير واقول لكم السلام ختام.